هلو، مساء الخير. آه، انا اتكلمت معاكم قبل كده في موضوع ان اللي بيهتم، خاصة الرجالة، اللي بيهتم بنظافته الشخصية، بنظافة شعره وضوافره، وبيهتم بصحة جلده وان هو على طول يبقى نظيف، ده مش راجل بنوتي او راجل متنسون. النظافة يا جماعة، النظافة ده امر مهم للرجالة وللستات. طيب، اسلام مثلا، اكتر حاجه كانت عجباني فيه ايام ما كنا بنحب بعض، والاعجاب والخروج والتعارف والخطوبه وكده، انه على طول نظيف، ضوافره مقصوصه وريحته حلوه وشعره متهندم وجزمته متلمعه، نظيف مترتب منظم انيق. اوكي، النظافه ما بتحتاجش فلوس كتير، بس لو انت عندك المينيمم بتاعك صابونه، هات صابونه. عندك تقدر تجيب شاور جيل، هات شاور جيل. تقدر تجيب لوشن وديودرنت وبرفيوم، هات. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. طيب، خاصه وانت متجوز وانت سنجل، محدش شامم ريحتك غير بقى، يعني الله يكون في عون اهلك اللي هو والدك والدتك اخواتك. بس وانت متجوز، انت معاك بارتنر، معاك شريك حياة بيشم ريحتك، بيدخل وراك التواليت، عايش معاك في نفس البيت، فما ينفعش ما تبقاش مهتم بنظافتك الشخصية. طيب، رقم واحد، انا قلت لكم قبل كده اسلام يعشق الدوف بشكل فظيع. اسلام دايما كان يقول لي ايه بقى يا اسلام، كنت بتقول ايه؟ دوف ايه؟ في ربع كريم مرطب. قلت لي الجملة دي كم مرة ايام شهر العسل. الضوء في ربع كريم مرطب. اسلام في شهر العسل قال لي الجمله دي، اقسم بالله يمكن كل يوم 100 مره، لان اسلام كل المنتجات اللي بيستخدمها دوف. طيب، ده الشاور جيل المفضل بتاع اسلام، سائل الاستحمام المرطب، ربع كريم مرطب، دوف. طيب، اسلام تقريبا بياخد شاور مرتين، الصبح اول ما يقوم من النوم واول ما بيرجع من الدوام. احيانا بيبقوا ثلاثه لو خرج بالليل يجيب طلباته كده، فبيرجع بيحس ان جسمه عرقان وكده، فبياخد شاور. anyway، فده والصابونه بتاع الدوف على طول في الحمام بتاع اسلام. اوكي. طيب، اوتوماتيك بعد ما بيخلص، وحتى احيانا بيبقى جسمه مترطب لسه ما نشفش كومبليتلي، بلاقيه جاب دول وعمل ميكس كده وبدأ يحطهم على جسمه بالكامل. ده كريم مرطب انشانتر، وده الباودر. اوكي، ليه يا اسلام بتخلطهم؟ ليه ما تحطش ده على ده؟ يعني هو يعني الاول، هو المفروض الاول ده وبعد كده ده، ولا ايه؟ أنا مش المفروض فاهمه. هو عادي ممكن تحطي حاجة من الاتنين، بس مش لازم طب الاتنين. انت ليه بتمكسهم؟ انا بشوفك بحب بتحط الاتنين. الباودر وبعد كده اللوشن وبعد كده تفضل تفرك كده في جسمك، ليه؟ الباودر آه، بيعمل ريحة حلوة جدا، امم وبيفضل على الجسم اكتر. ده كمان يا جماعه ريحه الورد. اقسم بالله، مره اسلام كان حاطه، كنا لسه في شهر العسل، فانا قعدت اقول له كل ما يعدي من جنبي اشم ريحه ورد، ورد جوري بلدي، الاحمر الجوري الاحمر بتاعنا ده. اسلام انت حاطط ايه؟ اسلام انت حاطط ايه؟ ريحته يا جماعه تحفه تحفه. امم فممكن وانت جسمك مرطب تحط البودرة لوحدها اها. عادي، وبعدين، او اللوشن. طب انت ليه بتمكسهم برضو؟ انا مش انا فاهمه. بمكسهم لان بيدي ثبات اكتر، يعني البودرة بتقعده اكتر على الباودر جسمي. بيثبت البرفيوم. ايوه. عشان كده انت دايما لما بتبقى بحب بتمر من الاتنين. قدامي بشم ريحتك الورد الريحة دي. هتفضل طول اليوم في جسمك. واو. كل ما تعرق كل ما الريحه كل ما تكتر. الريحه تطلع اكتر. اوكي. هي دي فايده الاتنين مع بعض. طيب، حلو. بعد كده بقى انا بلاقيك تحط ده على رجليك وايديك. ده للنعومه ويخلي البشره طريه وكويسه. طب اشمعنى زيت على ايديك ورجليك؟ انا ده بحب الجونسون بيبي اويل يا جماعه، ده اسلام دايما الاقيه بالليل، بالذات بالليل بيحطه على رجليه وايديه قبل ما ينام. ده لطيف وخفيف اه. وما ماهوش حاجه دهنيه قوي للدرجه اللي هي، وفي نفس الوقت بيخلي البشره كويسه جدا امم ونضره زي الطفل. طيب، حلو قوي. طيب، اسلام انا في عيد الاب جبت له المكنه دي. المكنه دي اللي هي بتلف كده، ده حجر، حجر بيلف عشان يشيل. مم. ده بيشيل الجلد الميت من بيشيل جلد الرجلين. الميت من الرجلين، فده انا جبتها له هديه في عيد الاب، اخر من شهر كام، شهر ولا شهرين مش فاكره، المهم. فهو بيشيل جلد رجله
اوتوماتيك اول ما يطلع من الشاور كل يوم محطوطه على الكومودينو، بيشيل رجل جلده لو في جلد زايد، وبلاقيه بقى بيحط الزيت بتاع جونسون ده. طيب بالنسبه بقى لوشك، وشك هو بيستخدم معايا ده انا لوشه. بحب الغسول البيوديرما جدا. البايوديرما اسلام جربه مني، يعني هو اللي سرقه مش انا اللي سرقت. والاول هو كان بيستخدم الصابونه الضوف، استلف ده مني عجبه فبقى على طول شغال بيه. بعد ما بتحط ده ليه بتجري على الاوضه وترش ميه الورد؟ اسلام على فكره مدمن ميه ورد، بيحب ميه الورد قوي، يعني هو يعشقها انا بحس ان هو انت مؤمن بميه الورد، عندك ايمان. اجمد حاجه ليه بقى تغذية بتحب ميه البشرة الورد؟ وترطيبها ايوه. مجرم. طب ما تجرب التونيك بتاع بايوديرما، ما تجرب التونيكس اللي جوه على الماء الحراري. ليه ميه ورد؟ ميه ورد ما بحبها. بتحبها، هي ريحتها حلوه بصراحه، هي ريحتها حلوه. طيب بعد ميه الورد بتجري وتحط ترطيب. اسلام ما بيحبش الكريم المرطب التقيل. اسلام بشرته حساسه بشكل فظيع، فبيحب المرطبات الخفيفه زي مثلا الالوفيرا، الجل بتاع الصبار ده خفيف قوي. اي حاجه بالصبار حلوه قوي اسلام بيعشق منتجات الصبار خاصه من الماركه دي، تقريبا اسمها دكتور رشيل. دكتور رشيل. عنده الالوفيرا جل وعنده حاجات تانية برضو جوه من الماركه دي. طب انت ليه برضو ده بيتحط على الوش بقى بعد ميه الورد؟ ليه بقى بتعشق الصبار؟ لا اخف حاجه. طب انت كريمات بتزعجك في ايه؟ كريمات بتاعتي بتزعجك في ايه؟ كريماتك انت بتزعجك في ايه؟ الكريمات تقيله اصلا على البشره، بتطلع لك حبوب. لا يبقى انت بشرتك دهنيه لانها ما بتطلعليش حبوب. وغير كده بتساعد على تكون الرؤوس السوداء. الكريم بيخلي الوساخه تدخل جوه المسامات وتفضل طب فيها. ما احنا ما ده بيقفل المسامات يا حبيبي. ماشي بس هو مش بيقفل المسامات 100%. مش كله. فانت بالنسبه لك ده احسن. فالالوفيرا خفيف ومش دهني والبشره بتمتص بسرعه. طيب انا مش عايز حاجه اكتر من كده. طيب وبعدين بشره الراجل عموما مش محتاجه حاجات تقيله، هي كده كده بشره الراجل بتستحمل شويه عن بشره الست. طيب انت بقى ده بتحطه بالليل، بشوفك بتحطه بالليل قبل ما تنام. ده بقى اللي هو القناع الليلي، ده مهم جدا. الماسك دونوت اللي هو سليبنج ماسك، اللي هو الماركه دي اسمها مافالا. دي ماركه مريحه اسلام جدا وبدا يجيب منها اكتر من مره، الماسك والسيرم والقناع الليلي. ده دايما اسلام قبل ما ينام كده بساعه بلاقيه بيدهنه ويسيبه بعد كده يروح ينام. طيب ده بقى انت بتحبه ليه؟ قناع الليلي ده بقى بيجدد الخلايا الوش وانت نايم. ده بيشتغل وانت نايم. على رأي الاماراتيين لما احنا بنقول يا حلولي هم بيقولوا يا حليله. يا حليله. فبيجدد الخلايا. بيعالج الحاجات اللي حصلت في البشره. شفت بشره الطفل البيبي كده بيخلي البشره كده، يعني انا لو حطيته بشرتي هترجع بيبي. انت عارف المكتوب عليه بيبي سكان؟ والله العظيم مكتوب عليه بيبي هو سكان. هو شغلته كده. معالجه وتنعيم وترطيب البشره اثناء الليل وانت نايم عشان ترجع بيبي سكان. مكتوب سليبنج ماسك بيبي سكان. بيتحط قبل النوم. ما بيتشالش، انت بتحطه قبل النوم وتنام بيه. اوكي. بس الصبح انت بتشيله. ما هو الصبح بتشاله، في واحد اصلا غيره كمان للصبح. انت كمان بتحط واحد للصبح؟ ده انا ما شفتوش عندك، انت اكيد مخبيه في الدولاب من فوق اكيد، لان اسلام اي حاجه مهمه عند اسلام انا عشان قصيره ما بوصلش للرف العلوي فبيخبيها فوق خالص. بحكي لكم بقى عن موضوع صور وجوابات وحاجات كده في الرف اللي بتقعدي تقلبي في الحاجات اللي مالكيش فيها. رف جوزي في دولاب جوزي. لا في حاجه اسمها خصوصيه. في حاجه اسمها خصوصيه. لا مفيش خصوصيه بين الراجل والراجل. المهم خلينا في موضوعنا. طيب anyway احيانا بشوفك تستخدم الحاجات دي، نفس الماركه اللي انت بتحبها، دكتور رشيل ولا دكتور روشان ولا مش عارف دكتور ايه، برضو الالوفيرا سيرم برضو اللي انت بتحبه. احيانا اسلام الصبح قبل ما بيطلع للدوام بيحط ده بعد ميه الورد، السيرم ده برضو صبار، سيرم الصبار. اسلام يعشق منتجات الصبار معرفش ليه. anyway ده انت بتحبه ليه برضو؟ حلو، انا بحب طعم الصبار. انت بتشربه؟ احلف. جميل والله العظيم. نقطتين كده على الشاي.
لا بجد، انت كل منتجات الصبار تعشقها ما هو قلت لك، ما هو زي الجل والتي كده. تري اويل. ما هو مفعوله زي الجل كده، اه، ترطيب ويحافظ على البشرة. وخفيف وما بيطلعلكش حبوب، وانت بتحب الحاجات دي. ده فيتامين سي برضو نفس الماركة، اسلام بيحبه يعشقه، بيحطه الصبح. اوكي. وده كل الحاجات دي بتساعد على انك ما يطلعلكش حبوب، ما يطلعلكش رؤوس سودا كتير. بالذات موضوع الحبوب ده برضو كان اسلام قال لي عليه وانا ما صدقتوش لما جربته. ده سيرم بزيت شجرة الصبار اللي هو التي تري... سوري، شجرة الشاي، تي تري اويل، شجرة الشاي. السيرم ده لما انت بيبقى عندك حبوب بتحطه على الحبوب، الحبوب بتروح بعد يوم او التاني. ده انا جربته في الحبوب، روعة روعة. اسمه حتى كلير سكين تي 3 سيرم، تي 3 كلير سكين سوبر سيرم اهو. مش عارفه باين بقى ولا لا، مش عارفه اهو. اوكي، ده نفس الماركه بتاع الدكتور راشيل او مش عارفه دكتور روشان. وده الالوفيرا. طيب انت بتحط الحاجات دي ازاي بقى؟ كل يوم بتحط واحد كده بالصدفه ولا انت بتعمل ايه؟ انا محدد لهم جدول. يعني انت مثلا ده بتحطه في يوم وده في يوم وده في يوم؟ م. اوكي، واو، ماشي. طيب ترد بايه على الكومنتات اللي بتجيلنا؟ إيه، انت منسون، انت بنوتي، انت بتستخدم منتجات لما انت بتحط صورتك. فاكر لما حطيت صورة ايدك؟ م. اوكي، وراحوا قالوا ده مش ايد ولد، دي ايد ده بنت، ايد بنت وبتاع ومش عشان عارف ايه، بيضة وجميلة وانت عامل وناعمة شعرك زي البنات. وكان احيانا بيطول شعره فشعره نازل ناعم ومترتب ونضيق باين عليه يعني. حتى مرة اسلام متصور صورة من ورا، ففي واحدة بعتت له قالت له ايه انت قفاك انضف من حياتي. انت قفاك انضف وابيض من حياتي. ف ترد على ايه بالكومنتات اللي بتقولك انت بنوتي او نسوانجي أو والله يا سوري جماعه هي نسواني، النظافه. متنسون. هي النظافه، مش فاهم ايه العيب ان الراجل يبقى نظيف ومهتم ببشرته. هو الراجل لازم بالعكس، يبقى معفن؟ النظافة من الايمان. ايوه. يعني انت لو فعلا مؤمن، هو انت ينفع تروح تقابل ربنا في الصلاة بدون ما تدخل تتوضى؟ طيب انت اتوضيت مثلا، بشرتك جافة جدا، فيها ايه المشكل انك تحط انا مش كريم؟ فاهم يعني. فالنظافة من الايمان. بستعمل كريم مرطب لايدي، لرجلي، لوشي. ايه العيب في كده، او ايه يعني واحد زيك نظيف بيحب النظافة يتقال عليه عيبه. بنوتي؟ ليه يتقال عليه بنوتي؟ عيبه هي بقى. النظافة بس للبنات؟ هم خلوا الراجل الولاد ما ينضفوش؟ مشعر ومعفن ريحته وحشه. ويعني شفت كينج كونج كده، هم عايزين الراجل كينج كونج يعني. على فكرة آخر حاجة هقولها في الفيديو، لأن الفيديو بقى طويل قوي 13 دقيقة. موضوع مهم جدا في آخر 30 ثانية. الإسلام مثلا بيدخل عنده مكنة حلاقة، بيحلق الشعر في المنطقة الخاصة كل أسبوع. حاطط المكنة دي في الحمام، أوكي، ترابيزة كده على جنب حاطط فيها المكنة دي، بينظف في الأماكن الخاصة تحت الإبط والمكان الخاص كل أسبوع. الحاجات دي يا جماعة مع الحر والرطوبة والكتمة والعرق بتطلع ريحة وحشة. فأرجوكم يعني معرفش بقى لو هعرفوا. اهتموا بنظافتكم. طب والولاد لما يعرفوا دلوقتي انك انت بتنظف الاماكن الخاصة كل اسبوع هيقولوا عليك انك بنوتي. الشتاء يقولوا لي ده لو عروسه ما بتعملش كده. يلا، باي باي. باي يا جماعة.